السوق كامل، هذا الكولوار كامل غير متخصص غير في الذهب. مازال غندخل وغنسول على الثمن ديال الذهب الغرام ونشوفوا. هذا الديامون، شوفوا معايا الديامون قولوا هذه اول مره غادي نجي ليه، وهذه اول مره غادي نجي البورصه. على ما كيقولوا على هذا السوق انك تقدر تلقى فيه اي حاجه بغيتيها، فيه كل شيء كيبيعوا كل شيء، كيكون الثمن باين من الاول. عجبك خذ، ما عجبكش صافي بلا ما تتحاشم معاه ولا. صباح الخير عليكم في فيديو جديد وفلوق جديد ونهار جديد. مازال في بورصه، واليوم ناخذكم معايا جوله تمشيه في شوارع بورصه تكتشفوها معايا. الدنيا هنا زوينه بزاف بزاف، ما فيهاش الاكتظاظ اللي كاين في اسطنبول لحد الان. شفت انا واحد الجو اللي هو كاينه الحركه، ولكن ماشي داك الاكتظاظ الشوارع اللي كيكون مزعج. واحد الطوموبيل باش ما تجمعنيش. فناخذكم معايا في هذه الجوله، ندور الكاميرا اللي كنشوف قدامي دابا. الدنيا نقيه ما شاء الله، المناظر غزاله، الجو غزال، طلات الشميشه هذا الصباح، الناس ناشطين كيف كتشوفوا، كلشي طالع، كلشي غادي للخدمه ديالو، شي غادي كيتمشى كلها والاغراض ديالو. المهم الناس تتحس بها ناشطه، ما فيهاش داك الخمول والعجز، ولا تشوف الناس مثلا معصبين، ولا بالعكس كاين واحد البشاشه، الناس مرتاحين، تيبانوا لك سعداء، كيعطيو واحد الطاقه ايجابيه زوينه. هذا سوبر مارشي سميتو اونور، حاطين الخضره والديسير داكشي طري. اهم حاجه كتعجبني انا هنايا هي النقاء عندهم، النقاء، الخضره نقيه، الديسير نقي، الارض نقيه، الشوارع، الشوانط، البنايات. وصلت لهذه المنطقه اللي فيها اكبر سوق هنايا في بورصه، حدا المسجد الاخضر او الجامع الاخضر اللي هو هذا، وهذا اللي قبالتي دابا هو السوق. غادي ندخل ليه ناخذ جوله فيه ونصور لكم الاجواء الداخل كيفاش دايره. ودابا قطعت الشانطي وغادي ندخل لداخل ديال السوق. سوق شعبي على ما كيقولوا، هذه اول مره غادي نجي ليه، وهذه اول مره غادي نجي البورصه. على ما كيقولوا على هذا السوق انك تقدر تلقى فيه اي حاجه بغيتيها، فيه كل شيء كيبيعوا كل شيء. وكاين هنايا محلات ديال الذهب، كاينين يمكن هنا على اليمين. البناء تاريخي تقليدي قديم، البناء العثماني التقليدي القديم. النظافه 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 ثم النظافه. كاين الاشغال هما كيقدوا شي حاجه هنا. وهذا المنظر اللي كاين انفاس مع السوق، يعني هنايا كاين السوق وانفاس معاه كاين هذا المنظر اللي كتشوفوا، الجبال، الاشجار فين ما مشيتي. عجبني بزاف هذا الحجر هكا كيفاش مرصوص ومقاد، ما كاينش زعما بحال البريك، يعني ما شي داخل شي خارج، كيبان لك الحجر مقاد مدقوق متقون، يعني مخدوم مزيان. شوفوا معايا، وهاد الشراشف كتحس باللي كاين معمار تاريخي في الارض. شوفوا البافي حتى هو من الحجر طبيعي. وغندخلوا بسم الله مع المدخل ديال السوق. الحاجه اللي لاحظتها لحد الان ما كاينش البريح. ما كنسمعش البريح من برا، يعني السكون. الا دزتي هنا بالصدفه ما عرفتيش بلي سوق، ما غاديش تتوقع ان هذا سوق، حيت ما فيهش الحس، يعني السكات سقيط. بسم الله. الابواب بحال الشكل ديال المعمار عندنا في المغرب، حتى حنا عندنا بحال هكا الاقواس في الاسواق ديالنا، بحال سوق الحد اللي في اكادير كله اقواس بحال هكا. وحتى في صويره في هاد الاقواس هادو في باب دكاله، بلاصه فين كيقولوا باب دكاله وباب السبع. شوفوا معايا، حنا دخلنا لهاد الساحه هادي، كاينين كافيهات. هاد الطبيلات هادو اللي تيكونوا حاضرين، هذا هو الديكور دي، اولا هذا هو الشكل ديال الكافي القديم التركي. هكا كانوا لي كافي في تركيا قديما،
كانوا كيديروا طبيلات حاضرين بحال هكا وكراسه حاضرين، ماشي دابا ولاو تيديروا قليل اللي باقي محافظ على هذا التراث هذا، ولاو كيديروا دابا داكشي عصري. هنايا السلعه، شوفوا التنظيم، شوفوا النقا، الفوط، الخوامي، السيكان، البيسات، سورفيتات ديال الدراري الصغار، محل ديال الذهب. وفي الجهه الاخرى كاين محلات قهاوي. هنا نبداو نسمع شويه ديال الضجيج، حيت هنا كاينين الناس كتار. بانطوفات 50 ليره. شوفوا السوق كيفاش عامر. حاجه اخرى اللي عجبتني في الاسواق التركيه سواء في اسطنبول او هنا في بورصه، اللي لاحظت هو انه كيحطوا الثمن على السلعه، واخا يكون البائع كيبيع سلعه شعبيه يعني سلعه غير عاديه، كيكون غير حانوت عادي، كتلقى حاط الثمن على السلعه، فما تحتاجش تتناقش معاه ولا تتوا معاه، كيكون الثمن باين من الاول. عجبك خذ، ما عجبكش صافي، بلا ما تحاشم معاه. ولا ترتيب الكولوار كبير، كاين فين يدزوا الناس، ماشي زعما الناس مخرجه سلعتها غير على القد، على القياس، ماشي مخرجين بزاف ومضيقين الكولوار وما خلاوش الناس فين يدوزوا. كامل هذا الكولوار كامل غير متخصص غير في الذهب. شوفوا معايا نوريكم بعض الديكورات الذهب التركي. غندخل نسول نشوف الاسعار ديال الذهب عندهم واش بحالنا واش اكثر منا. وعلى ما في بالي انهم هما عندهم الذهب، عندهم العيارات كاملين، عندهم عيار 14 18 21 و24 حتى هي. قرميطات، سبائك، حلقات، خويتمات، براسليات، دبالج، تبارك الله. السراتل، شوفوا معايا السريتلات، هذا محل آخر. مازال غندخل وغنسول على الثمن ديال الذهب الجرام ونشوفوا. هذا الديامون، شوفوا معايا الديامون، هادو العلاقات ديال السناسل، خويتمات، براسليات. شوفوا هاد السلسله شحال غليظه، هادي غتكون غير ديال شي عروسه ولا بحال هكا كادو، ما صعيب يلبسها الواحد الصراحه، ثقيله. شوفوا معايا الديكورات، زعما صراحه هادشي تيبان زوين، تنوع كاين، حاجه تنسيك في الاخرى، ومحلات كبيره. شوفوا معايا الخواتم سامبل وزوينين. هادو السميات ديال المحلات. السوق تبارك الله عامر.
سولت اخوتي على الثمن ديال الذهب هنايا، قال لك ما عندهمش العيارات كاملين، عندهم غير 14 كاره هي اللي كاينه، والثمن ديالها 700 درهم مغربيه للغرام. الصراحه جاتني غاليه بزاف، جاني الذهب عندهم غالي بزاف على عندنا حنا في المغرب، حيت حنا 18 كاره كنشريوها ب 700 درهم 750 للغرام، 800 درهم الماكسيموم حاليا وصل دابا. هنايا غير 14 كاره ب 700 درهم، جاتني غاليه بزاف. قالك ما عندهمش 18، ما عندهمش 18، ما عندهمش 21، ما عندهمش 22، عندهم غير 14 و 24. 14 على شكل اكسسوارات، يعني على شكل مجوهرات، و 24 على شكل سبائك. واخا انا فاش شفتو صفر بزاف، الصفوريه ديالو غامقه ماشي بحال اللي عندنا حنايا، توقعت غيكون العيار ديالو شو هاد البراسليات، توقعت غادي يكون العيار ديالو طالع يعني 21 22 بعدا. صدق هذا الشيء لا غير اللون ديالو بحال هكا داير، تيبغيو هما الذهب الصفر اللي اللون ديالو صفر غامق. هذا الشيء اللي كاين.